السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة مش عارف كام صراحة. إن شاء الله هنكمل معاكم شرح مادة الدنتيشن. كنا خلصنا جزء introduction، هو فاضل له حتة صغيرة كده بس ملهاش لازمة يعني. إن شاء الله اللي تابع معانا الفيديوهات اللي فاتت الكلام اللي جاي ده بالنسبة له زي كده إنه بيقرأ جورنال كده يعني ولا حاجة يعتبر. بس يعني انصحكم جدا ان كنتوا تحاولوا تظبطوا الانترودكشن دي كويس جدا يعني. بس يلا نبدأ على طول. احنا النهارده ان شاء الله هنبدأ نشرح في البيرمننت تيس. يعني ايه بيرمننت؟ يعني تيس بيرمننت الاسنان اللي هي الدائمة اللي بنسميها بالعربي عندنا. تيس طبعا اسنان. طيب احنا دلوقتي عايزين نبدأ نعرف الاسنان البيرمننت. احنا مبدئيا عارفين ان عددهم 32 اكيد يعني. طيب ال 32 دول فيهم كام انسايزر؟ والله لو تفتكروا احنا قلنا ان احنا عندنا من فوق ادي واحد، ادي واحد، وزمنا اتنين ودي اتنين، وتحتهم ادي في واحد وادي اتنين ودي اتنين. فالحوار ده كله كده اللي هي سميناها ده بالمر نوتيشن لو تفتكروا. دي كانت طريقة التسمية بتاعت عمك بالمر. بالمر ده سمن، فهنعد شوف في كام واحد فوق، في أربعة، وكم واحد تحت فيه أربعة. فبالتالي أنا عندي 8 انسايزرز في البيرمننت تيز، 8 انسايزرز في البيرمننت تيز. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا يا باشا هنبدأ ناخد الانسايزر، هنشوف يعني ايه انسايزر، هنشوف ايه شكل الانسايزر. هنشوف الانسايزر من كل اسبكت ليه، يعني من الفيشيال اسبكت اللي هو المنظر اللي قدامنا ده، او الليبيال اسبكت ده، ومن اللينجوال اسبكت، من الميزيال والديستال، من الانسايزل اللي هو اشوف الحته دي، اشوف السنه من فوق نفسها. بس كده يعني احنا ده اللي هنعمله ان شاء الله. طيب يلا نبدا على طول. هنا بيديني حاجه اسمها جنرال كاركترز، يعني حاجات اساسيه في السن اللي احنا هنبدا فيه. احنا هنبدا بالسنترال واللاترال، الابر اللي فوق، يعني هنبدا ابر ولاترال. ابر سنترال واللاترال، يعني اللي هي سنة واحد واتنين زي ما وريتها لكم فوق كده. ان شاء الله في فيديو تاني للي هم اللور، اللي هو برضو سنترال ولاترال. يعني احنا معانا سنترال ولاترال، ابر ولور. احنا هناخد الابر دلوقتي وشويه كده، او يعني يومين تاني ان شاء الله كده وينزل المانديبل. تمام. احنا دلوقتي معانا ايه؟ احنا دلوقتي معانا جنرال كاركترز اللي احنا عايزين نعرفها على ال السنترال انسايزرز. يعني احنا هنبدا بالسنترال انسايزر. اول حاجه عايز يتكلم عن حاجه اسمها بوزيشن ونمبر وفانكشن وكلوجن. يعني ايه بوزيشن؟ يعني عايز يعرف المكان بتاعها، والنمبر عايز يعرف تسميتها ايه في كل السيستمز اللي خدناها. عشان كده بقول انترودكشن مهمه. عايز يعرف الفانكشن، واحنا اللي دارس اللي مذاكر فانكشن بالنسبه له الكلام ده ولا حاجه. اوكلوجن، هي الاوكلوجن دي ممكن كلمه جديده وهتشوفوها مدى تفاهتها دلوقتي يعني. فعايزين نعرف بوزيشن. يعني ايه بوزيشن؟ يعني المكان بتاعها، هو الانسايزر ده موجود فين. بيقول لك احنا هنا معانا حاجه اسمها ميد لاين، لو تفتكروا كل شويه بنرسم ميد لاين. والله بيقول لك هو فيرست توث فروم ذا ميد لاين، يعني اول سنه بنقابلها لما نرسم الخط بتاع الميد لاين، اللي هو بيقسم الجسم عندي لتو ايكوال هافز، يعني نصفين متساويين. نصف يمين نصف شمال. فانا لما ارسم الميد لاين ده وابص اعد الاسنان، اول سنه هتقابلني من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال هي السنترال انسايزر. طيب بتيجي نشوفه العلماء اللي طلعوا حوار التسميه ده سموها ازاي. والله احنا عندنا بالمر، وعندنا تو ديجيت سيستم، وعندنا يونيفرسال. هتيجي نفتكرهم بسرعه كده. بالمر يا باشا، بالمر اللي هو اللي عمل ده وسمى كل سن هنا واحد 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 واحد، اتنين اتنين، اتنين اتنين، تلاتة 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 كده لحد ما كمل التمانية هنا وتمانية تمانية تمانية. ده عمك بالمر. طيب التاني ما جا التاني بتاعنا اللي هو تو ديجيت سيستم، قال لك لا، قال لك انا كل ربع عندي هسميه باسم واحد، يعني ده واحد وده اتنين وده تلاتة وده أربعة. فبالتالي أنا واحد، ده واحد، بعد كده ده رقم اتنين فهسمي اللي جنبها واحد، ده رقم اتنين فهسمي اللي جنبها اتنين، ده رقم واحد، وهكذا. فهمتوا الفكرة؟ احنا استفدنا فيه. ده تلاتة فهسمي جنبها واحد، ده أربعة فهسمي جنبها واحد. في أده أهو. هو ده الشكل اللي أنا عايز أوصلكم. احنا رقم الربع بتاعنا بيكون على الشمال، وبعد كده رقم السنة بيكون على اليمين. طيب ده اسمه تو ديجيت. بعد كده اليونيفرسال ده اللي هو اللي بدأ يرسم لنا شكل. والله هقول لك انا هعد من اخر سنة من ناحية ايه، من ناحية اليمين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، بعد كده هنا تسعة
ادي 10 11 لحد ما كمل كده التقسيمه بتاعته. فبالتالي احنا لما نيجي نبص اهو شايفين كده، لما نيجي نبص اول حاجه بالبالمر، البالمر احنا اسمين والله شايفين ادي واحد وادي واحد وادي واحد وادي واحد، فانا عندي سنتين اسمهم واحد، يبقى بالازرق ده نظام بالمر. طيب اللي بالنظام بتاع التو ديجيت، لا التو ديجيت انا هسمي ده الربع الاول وده الربع الثاني، وبالتالي السنه دي لسه رقم واحد واحد، فبالتالي واحد دي هتبقى 1 1 ودي تبقى 2 1. طيب بعد كده اخر واحد معانا اللي هو بتاعنا العالمي ده اللي هو اللي سميه يونيفرسال. يونيفرسال سماها على حسب بدأ من اخر سنه من ناحيه اليمين وبدأ لحد ما وصل لسنترال، فوجد ان سنترال ده هو رقم 8 واكيد بعده هيكون رقم 9، وحط جنبهم الشباك العالمي بتاعه علشان يعرفنا الفرق بين ده وبين التو ديجيت سيستم وبين باقي التسميات يعني. بس ده اللي احنا عايزين نعرفه على ازاي سميناها اكيد يعني. طيب بعد كده خلاص خلصنا بوزيشن وقلنا ده هي قريبه من الميد لاين، وبعد كده النمبر وعرفنا ايه النمبر بتاعها من الثلاث سيستمز اللي احنا خدناهم، وده اللي هيكون عليه الكويز يعني هتكون اغلب الاسئله على الحوار ده. يديك مثلا يكتب لك شباك 25 ويقول لك يعني ايه الحوار ده، او يكتب لك شباك 25 دي سدوس، يكتبها لك بالحروف، احنا قلنا الارقام للكبار والحروف للصغيرين. دي يعني ده الكويز اللي ممكن يجي عليه الاسئله. طيب احنا دلوقتي خلاص عرفنا البوزيشن وعرفنا النمبر، دلوقتي فضلنا فانكشن القواطع يا ترى ايه وظيفتهم بدون بيولوجيك يعني على طول الموضوع سهل. كاتنج بتعض، والحاجه الجديده بتاعتنا اللي هي الستاتيك يعني حاجه جماليه. يعني ايه جماليه؟ بصوا كده شايفين هنا الحلاوه كده، ده علشان الابر سنترالز بتوعها اللي هو واحد واحد دول شكلهم حلو، لكن تخيل نشوف واحد تاني عنده الابر سنترال دول ضايعين، هل هيبقى منظرها كويس؟ لا خالص. فهي عندي بتديني وظيفه في الكاتنج بتقطع وبتعض وعندي وظيفه في الاستاتيك اللي هي الحاجات الحلوه كده بتبين لي منظر الجماليات بتاعه الاسنان. وفوناتيك يعني منها بعرف انطق. يعني مثلا تخيل احنا فاكرين لما بنعمل المثال الحروف اللثويه مثلا لما نقول ساء وظاء وذال والحاجات دي، بيقول لك حط لسانك على اسنانك والحاجه فاكرين. فهي بتساعدني ان انا اعرف انطق كويس. بس يبقى كده بتقطع بتعض منظرها حلو وبتخليني اعرف انطق الحروف كويس. حلو خالص. طيب اخر حاجه بقى الاوكلوجن. يعني اوكلوجن الاغلاق. يعني الاغلاق يعني يا باشا انت لما تعض بتعض على ايه؟ يعني السنه دي لما بتنزل اللي هي واحد واحد لما بينزلوا عليه، يقول لك الواحد واحد لما بينزلوا على اخواتهم اللي هم من تحت، يعني اجينست اللور سنترال اند لاترال انسايزر. يعني ازاي؟ او يا رب صح. شايفين كده بصوا كده، دي لما نزلت على واحد ودي واحد وده اتنين وده اتنين، يعني اللي في النص دول السنترال والرقم اتنين ده اللاترال. شايفين الواحد واحد بتاعنا ده اللي فوق لما نزل غطى اللور واللاترال انسايزر اهو. شايفين كده لما نزل غطى اللور سنترال واللور لاترال انسايزر الاثنين غطنهم، يبقى سنه واحده بتغطي الاثنين، وبالتالي انت لو لاحظت هتلاقي ان بالظبط كل سنه في دول واخده نص حجم اللي فوق، وبالتالي البناء اللي انت هتبنيه ان السنه دي اكبر سنه ممكن تشوفها ميزيو ديستالي دايمنشنز، يبقى هي اكتر سنه في الانتيريور تيس تشوفها واسعه كده، واسعه يعني الميزل والديستال بعاد جدا عن بعض، ترسم كافيه كبيره يعني. تمام، يبقى كده انا خلاص انا عرفت انها بتعمل اوكلوجن، بتعمل على اللورز اللي من تحت دول، كل واحده بتنزل على اتنين لوحدها كبيره كده ما شاء الله. فبالتالي كبيره يعني ايه؟ يعني الميزو ديستال بتاعها واسع. طب الميزو ديستال بالنسبه لمين؟ بالنسبه للانتيريور ولا البوستيريور؟ لا بالنسبه للانتيريور، يبقى هي اوسع سنه في الانتيريور تيس. مين هم الانتيريور؟ اللي هم الانسايزرز والكناين. طيب حلو خالص. دلوقتي هنبدا نعرف كل حاجه بتاعنا. يلا استعد كوبايه القهوه اللذيذه بتاعتك كده وايه جنبك يا باشا، حاول تخليها من غير سكر يعني. هنبدا في الماكسيلاري سنترال انسايزر. احنا عايزين نبدا في بتاعنا اللي هو الكبير ده بتاعنا. هنعرف ايه؟ قال لك يا باشا انا لما ابدا معاك لازم تعرف عن السنه 4 حاجات. اول حاجه لازم تعرف الكرونولوجي. ويعني ايه كرونولوجي؟ يعني برتب الحاجات اللي بتحصل لها في ترتيب زمني معين. يعني مثلا السنه دي نزلت حصل لها ايربشن، خضرت، يعني السنه طلعت
مثلا بعد 6 شهور سنة طلعت بعد كذا. طيب الروت بتاعها كبر وطول اهو بعد كذا. يبقى انا بشوف الاحداث اللي بتحصل لها وببدا ارتبها ترتيب معين في الزمن، هو ده الكرونولوجي. اعرفوا معانا بس مش بيجي تعريف ولا حاجه هو. طيب التوث اسبيكتس، لازم اعرف الاسبيكتس بتاعت التوث. انا عندي الليبيال اهو وادي اللينجوال، وبالتالي ميزال وديستال هم جنب بعضهم اخوات، وفي اللي بنبص على السنه من فوق كده شايفين ده كده انسايزر. فانا لازم اعرف الاسبيكتس بتوع الاسنان. طيب اخر حاجه معانا او اخر حاجتين معانا البالب كافيتي. يعني ايه البالب كافيتي؟ يعني يا باشا انت هنمسك السنه كده ونشرحها وهنشوفها في النص، هنشوف شكل البلب ده اللي هو بتاع ايه العصب. هشوف العصب اللي من جوه ده شكله ازاي. طيب امتى السنه ممكن تتحول معايا العصب، الحاجات الحلوه دي اللي هي هتبدا تدخلك في عالم الاسنان حقيقي يعني. طيب يبقى كده انا عرفت الكرونولوجي، قلنا ده ترتيب الاحداث على مدار زمن معين، يعني هو في حدث حصل وهرتبه على ترتيب زمني. التوث اسبيكتس اللي هي الاسطح بتاعت الاسنان، ليبيال لينجوال ميزل ديستال انسايزر. بعد كده بالب كافيتي. طيب الديفلوبمنتال انومالي دي ان شاء الله هتاخدوها في سنه ثالثه يعني دي اللي هي الحاجات الدروبات اللي بتحصل، المشاكل ممكن تحصل، بس مش بعيد ان احنا ممكن ندردش فيها شويه يعني عادي. طيب هنبدا على طول يلا ان شاء الله. بص يا باشا، يعني ايه كرونولوجي؟ قلنا ده هو العلم اللي بيرتب الاحداث اللي بتحصل في ترتيب زمني معين. يبقى اهو شايفين كده مثلا ادي السن اهي، ده الفك وعامل اشعه اسمها اشعه بانوراما. يبقى الاشعه دي اسمها اشعه ايه؟ بانوراما. ايه اللي حصل يا باشا؟ قال لك والله والراجل ده عامل هنا لقي ان عنده في سن اهي، السنه دي لسه ما طلعتش، فبالتالي السن اول ما تطلع هيبدا يرتب لها احداث. يبقى السن هنا الكراون مثلا اهو الطربوش من فوق ده اكتمل، فهيبدا يحط لها زمن. بعد كده بعد ما اكتمل هتبدا السنه تطلع فوق لحد ما تخضر وتطلع فوق خلاص، فهيحط لها الزمن الجديد بتاعها. طيب بعد كده هيبدا يتكون لها روت، شايفين كده الروت اللي من تحت هيبدا يتكون لها روت، فهيحط لها الزمن بتاع الروت وهكذا. يبقى الترتيب ان انا بحط شويه احداث بشوفها بعيني يعني، او مش بعيني يعني عادي، اللي هو في علماء عملوا الموضوع ده ورتبوا الاحداث دي، ده الكرونولوجي. طيب نبدا في الكرونولوجي. يعني ايه كرونولوجي؟ زي ما اتفقنا خلاص مش هنعيده تاني هو ايه الحاجات اللي احنا المفروض نركز فيها في الاسنان؟ هو بص، اهم حاجه ممكن تعرفهم اللي هي دي الايربشن امتى بيحصل، والروت كومبليشن. طيب انا امتى بيحصل كومبليت للروت يعني امتى الروت بيحصل له كومبليكيشن؟ يا باشا تعال نركز كده مع بعض. اول حاجه يعني ايه first evidence of calcification، ويعني ايه crown completed، ويعني ايه eruption، ويعني ايه root completion. تعالى كده نبدأ مع بعض الحوار الجديد. بص أول حاجة first evidence of calcification معناها إن السنة بدأت تظهر حاجة كده من اللي هم الهارد تيشوز. فاكرين إيه هم الهارد تيشوز؟ الهارد تيشوز دول اللي هو الإنامل والدنتين والسمنتم، فاكرينهم؟ إن شاء الله فاكرينهم يعني. بدأ يظهر واحد فيهم، يعني بدأ يظهر كده شوية حاجة كده هارد تيشو، فبيسموها فيرست ايفيدنس. اول دليل بيظهر لي على وجود في عمليه كالسيفيكيشن، حاجه كده صعبه، حاجه فيها كالسيوم، حاجه ناشفه كده يعني طلعت. طيب الكراون كومبليت يعني ان الطربوش ده كمل خلاص. ويعني بصوا كده اللي هو ظهر كده دي يعتبر خلاص بتفنش كده، هتعمل كراون كومبليت. طيب بعد كراون كومبليت اول ما يخلص الكراون نلاقي ان السنه بدا يحصل لها ايربشن، وقلنا ايربشن معناها ان السنه بتبدا تطلع لفوق كده، السنه بتبدا تخضر تطلع لفوق كده ولا حد عشان تاخد مكانها من فوق. طيب بعد كده بيحصل عمليه روت كومبليت. الروت كومبليت اللي بيحصل ده ان بعد ما السنه ما تطلع يبدا الروت بتاعها يكبر اكتر. يبقى مين اللي بيخلص الاول، الكراون ولا الروت؟ مين اللي بيحصل له كومبليت في الاول؟ بيحصل للكراون ولا الروت؟ لا بيحصل للكراون اول، ودي معلومه حلوه خالص ممكن تعرفوها. طيب عايزين برضو نعرف ايه التواريخ والحوارات دي. والله يعني اهم حاجه كانوا دول معانا، بس مفيش داعي ان احنا نبصمج الباقيين دول. ايه اللي هنعمله؟ احنا بندرس البيرمننت يا شباب. البيرمننت اللي هي بتاعت اللي هم الكبار، اللي هي السنه اللي بتتبدل دي. عايزين نعرف فيها امتى اول ظهور للكالسيفيكيشن. بيظهر عندنا في من 3 ل 4 شهور. 3 ل 4 شهور والطفل لسه صغير بتبدا تظهر معالم السن الجديده اللي هتبدل معاه في 6 سنين. فاكرين احنا بنبدل بعد 6 سنين،
طيب امتى اول ظهور للسن اللي هتبدل بعد 6 سنين؟ هتبدأ تظهر عند 3 او 4 شهور. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ قال لك الكراون ده نفسه قبل ما السنه ما خلاص ما تستعد انها تطلع، قلنا الكراون بيحصل له كومبليت. طيب الكراون بيكمبليت امتى؟ عند 4 ل5 سنين. يبقى عند 4 ل5 سنين الكراون بيحصل له كومبليت. طيب بعد ما الكراون كومبليت بيحصل ايربشن. فاكرين احنا اتفقنا كراون كومبليت، ايربشن، روت كومبليت. طيب الكراون كومبليت بتاعنا بيحصل عند 4 ل5 years. بعد كده بيحصل 7 to 8 years بيحصل فيه ايربشن. بتزود على دول 3 سنين، يبقى زائد 3 سنين فوق يديك الايه، يديك الميعاد اللي حصل فيه روت كومبليت. يبقى انا بعد الايربشن ب3 سنين بيحصل عمليه روت كومبليت. مش الموضوع عايم وانا مش فاهم وحوارات كتيره، ايه الكلام وايه الارقام الكتيره دي وانا اعمل ايه بيهم؟ بالراحه خالص يا باشا. احنا عندنا اول حاجه السنه بتبدا تظهر عند 3 ل4 شهور مانس. ده اول ظهور للسنه في الجسم كله يعتبر، خليك كده معايا. بعد كده قلنا بيحصل فيه كراون كومبليت قبل الايرابشن. طب هي الايرابشن بتاعها امتى؟ ممكن على 6 سنين 7 سنين الحاجات دي. فامتى الكراون؟ بيقول لك ممكن يظهر عند 4 ل5 سنين years المره دي years. بعد كده بعد الكراون قلنا بيحصل عمليه اسمها عمليه الايرابشن صح؟ الايرابشن ده بيظهر عندي يا باشا في 7 ل8 سنين. طيب بعد 3 سنين من الايربشن بيحصل روت كومبليت. بعد بيحصل، يبقى هنعد 10 7 و3 10 و8 و3 11، يبقى كده 11 ييرز بتحصل للروت كومبليت. بس طيب هي الفكره انا عامل لكم تجميع عليها، بس ان شاء الله لما نخلص يعني هنخلص الانسايزرز كلهم هوريكم التجميع الحلو بتاعته. خلص الكناين وريكم يعني وهكذا. فاهمين الفكره؟ دلوقتي هم سهلين خالص حفظهم. انت لو لاحظت من 3 ل 4 4 ل 5 بعد كده 7 8 وتزود عليهم 3 من 10 ل 11 بس. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه نمبر اوف ذا سيرفيس اللي احنا هنجيبهم. فاكرين الاسبكتس اللي احنا اتكلمنا عنهم؟ 5 اسبكت. واحد يعني واحد ليبيال وعكسه لينجوال، ميزل وعكسها ديستال، وبعد كده انسايزر. يبقى عندنا 5 وفي كام روت؟ طيب يعني الفكاكه بتقول لي كده ان ده 1 روت. يبقى كده انا عندي السنه ليها واحد عندها روت 1 و5 اسبكتس. طيب حلو خالص. طيب انا لازم خلال دراستي خلاص، فاكرين احنا اتكلمنا في دراستنا هنعرف اول حاجه الكرونولوجي، بعد كده الاسبكتس بتاعه الاسنان، بعد كده هنبدا نعرف عنها ايه، هيبدا نعرف عنها البالب كافيتي، وبعد كده الديفلوبمنتال انومالي. فككم من الديفلوبمنتال انومالي، خلينا في الحاجات السهله الاول. يبقى هنعرف عنها السيرفيسز. طيب اي سيرفيس همسكه، يعني انا مسكت الليبيال اهو، المفروض اعرف ايه عن الليبيال؟ قال لك يا باشا اول حاجه لازم تعرف شكله الهندسي ايه. يعني ايه شكله الهندسي؟ قال لك شكله الهندسي انك انت تبدا تبص هل هو شكله كشكل التراينجل المثلث، ولا شكله كشكل الترابيزويد شبه المنحرف اللي هو فيه ضلعين اصغر من ضلعين وفي 2 موصلين، يعني الضلع ده اهو اصغر من الضلع اللي فوق والاتنين الباقيين بيوصلوا بينهم يعني. طيب ولا معين رومبويد، اكيد عارفين شكل المعين يعني ولا والاشكال الهندسيه التانية. تعالوا نشوفوا الحوار. في حاجه اسمها كونفكس بتبقى محدبه يعني بازه لبره كده طالعه لبره. طيب مقعر زي الحفر هنسميها كونكيف. يبقى كونفكس محدب، وكونكيف كيف كده تحس نفسك نازل في كهف كده، في كهف. يبقى ايه؟ مقعر كده زي الحله. طيب بعد كده مستقيم ستريت. فانا هعمل ايه بالكلام ده؟ هوريك هفهمك الفكره دلوقتي. مثلا اهو شايفين كده انا عندي السنه دي، بصيت عليها لقيتها ايه؟ لقيت ان الجنب ده كونفكس والله، والجنب ده كونفكس، والحته دي ستريت. فانا هبدا اوصف بالطريقه دي، هقول والله ان انا لما ابص على السنه دي من ناحيه الليبيال هشوف فيها كذا شكل، والله حته هشوفها كونفكس، حته هشوفها كونكيف، حته هشوفها ستريت. يعني انت مش هتعمل حاجه غير انك انت الصوره اللي قدامك هتبدا توصفها، مش هتحفظ. اوعى تحفظ هقول لكم طريقه دلوقتي ان شاء الله واحنا بنشتغل. الموضوع ده هيكون ايزي خالص يعني. تمام. خلاصة القول اللي انا اتكلمت عنه خلاص، ان انا همسك كل اسبكت اعرف اول حاجه عنه شكله من حيث يا اما تراينجلر ترابيزيودال رومبويد
وهعرف الاوتلاين الشكل الخط اللي بيمشي عليه ده شكله ايه. يعني ايه خط بيمشي عليه؟ زي ما قلت لكم من شويه اللي هو بتاع كونفكس كونكيف والحكاوي دي يعني. تمام، دي اول حاجه لازم اعرفها عن ايه، عن كل اسبكت. هعرف جيومتريك اوتلاين. بعد كده عايز اعرف عن الاوتلاين نفسه ده. يعني بصوا كده، انا دلوقتي هرسم مثلا ابر سنتر، هرسمها كده اهو. ايه الهبل ده؟ مثلا كده معقوله شويه، مثلا كده اهو. فانا عايز اعرف الاوتلاين، انا اعرف ان الحته دي ديستال، واعرف الحته دي ميزيال، واعرف ان الجزء ده اسمه انسايزر. فبالتالي انا من الاوتلاين اللي انا مذاكرها قبل كده بقى ان فهمت ان الشكل ده اللي يكون كونفكس كده كبير كده ده الديستال مثلا، والستريت ده شويه، الخط المستقيم ده شويه، ده الميزيال، وهكذا. فهمتوا الفكره احنا عايزين نعمل ايه؟ بس هو ده اللي احنا عايزين نعمله. طيب بعد كده بتشوف السنه اللي لازقه فيه يعني ماسكه فين. يعني لو لاحظتوا في الصوره هي اللي من ورا دي، السنه ماسكه هنا، يعني دي كده الحته. خلينا نشوف الصوره تاني معلش. شايفين كده مثلا؟ هو ده معمول لها فينير صراحة. المهم في الغالب ان السنة بيكون شكلها شكل السنة العادي بيكون كده اهو. بصوا كده، وبالتالي بيمسكوا في حتة كده معينة في الحتة دي. يعني الاسنان ماسكة ببعض فين مثلا؟ ادي خلينا هنا، شايفين دي كده؟ ادي ده الاوتلاين بتاع دي، اوتلاين يعني الشكل ده مثلا. فين الاوتلاين بتاع الابر سنتر؟ اهو ده، هسميه الاوتلاين اللي انا برسمه ده اسمه الاوتلاين، عشان بس المصطلحات دي جديدة عليكم. خلاص انا كده رسمت سنه. بصوا كده بيمسكوا فين؟ بيمسكوا مثلا في الحته دي. يبقى السنه اللي فوقها بتمسك في ايه، او اللي جنبها بتمسك في ايه؟ ده اسمه الكونتاكت، منطقه الاتصال. يبقى كونتاكت اريا. والكريستوف كريفيتشر يعني اوسع سنه في اوسع حته في السنه ايه. بعد كده هعرف فيها الاناتومي، اللاند ماركس بتاعتها، كل اسبكت عايز اشوف هل في فصه، هل في ريدج، هل في لوب، هل إيه. فاكرين الكلام ده؟ بعد كده السيرفيكال لاين بتاعه، عايز اعرف شكل السيرفيكال لاين. بعد كده الروت. حلو كده، ماشيين كويس. يبقى كام حاجه عايز اعرفها عنهم؟ ادي 1 2 3 5 6، 6 حاجات لازم اعرفهم عن كل اسبكت. طيب هنمشي بيهم بالترتيب. نبدا في اول اسبكت. يا ترى نختار ايه؟ هختار الليبيا الاول اسبكت معانا. ليبيا الاسبكت يعني ايه؟ ليبيا الاسبكت يا باشا يعني انا لما ابص كده في الصوره اهو، ده الليبيا اللي قصادي كده، هشوف الليبيا بس ساعات هشوفه بالروت بتاعه. يعني ايه الروت؟ يعني اهو الروت بتاعه كده، تلاقيه كده هو روت كبير ده شويه على هنا بس عادي. يعني هشوف الروت بتاعه، شايفينه كده؟ انا هشوف كده الروت بتاعه، هشوفه بالشكل ده. شايفين كده؟ كده احنا الحمد لله وصلت الصوره. اول حاجه لازم اعرف عن شكل، اول حاجه الشكل الهندسي القريب ليه. فوالله هم لقيوا ان السنه دي تخينه فوق ورفيعه من تحت كده، وعامله شكل اسمه شكل شبه منحرف. فالشكل ده احنا سميناه ترابيزويد. يبقى اول حاجه الشكل بتاعها هو ترابيزويد. كده تمام، خلصنا الحمد لله. طيب قلنا هنمسك كل اوتلاين. ايه هو الاوتلاين ده؟ اللي هو يعني مثلا ده بنسميه اوتلاين اهو، شايف اللي باللون الاسود اللي انا بعمله، وده بسميه اوتلاين. وعلى حسب، يعني مثلا شايفين هنا هو هنا مديني ان الميزيال الجنب ده اسمه ده ميزيال، والديستال الجنب ده. فانا عايز اعرف الاوت لاين اللي عند الميزيال شكله ايه، والاوت لاين اللي عند الديستال شكله ايه. هل هحفظ الكلام ده؟ لا والله مش هتحفظ. امال هتعمل ايه يا باشا؟ تعالى معايا نبدا في الشغل الجد بقى اللي هيخليك توصل لمرحله رهيبه في الموضوع ده. اول حاجه انت بتاخد الكلام ده نظري. بعد النظري بتروح على السكاشن. السكاشن بتعمل فيه حاجتين، رسم ونحت، صح كده؟ هتبدا نظري. مثلا احنا خدنا النهارده الابر سنتر مثلا، يعني الابر سنتر هتروح ترسم الابر سنتر، صح؟ هتروح لتنحت الابر سنتر. شوف احنا مسكنا الابر سنتر بكل النواحي، بحيث ان لو واحد هيحفظها من النظري يحفظها، لو واحد هيحفظها من الرسم هيحفظها، واحد هيحفظها من النحت يحفظها. بس انا بقول لك انك انت لازم تعمل ده كله، كل حاجه تعملها تحط الكلام النظري اللي انت اتعلمته. يعني مثلا انا دلوقتي خلاص اتعلمت ان الشكل بتاع الجيومتريك اوتلاين بتاع الليبيال سيرفيس للابر سنترال هو ترابيزويدال. فانا لازم وانا وبرسم اعمل كده، اظبط الحته دي بحيث اللي تحت يكون اوسع من اللي فوق، بعد كده اكمل الروت كده. طيب وانا وبنحت البلوكايه بتاعتي هتكون كده شكلها اهو. ف وانا وبقطع القطعه الاولى دي هعمل كده، وشايفين الحركه دي؟ هاخد اللي فوق اوسع من اللي تحت عشان لما اوصل بينهم يعمل لي ترابيزويد، ولا ايه؟
يبقى انا هنا بطبق كل الكلام اللي انا اتعلمته، ولازم تعمل كده عشان تحفظ الكلام ده. اللي هيكسل في خطوه فيهم مش هيحفظ، مش هيفهم الموضوع، مش هيستوعب الكلام بشكل اللي المفروض يستوعب بيه. عشان كده بنعمل الثلاث حاجات دول، احنا بناخدهم نظري وبناخدهم في الرسم وبناخدهم نحت. طيب انا دلوقتي عايز خلاص، انا عايز اذاكرهم مذاكره حلوه. الاول وانت بتذاكر يا عم ارسم، بعد كده بعد ما خلاص ما تتاكد انك انت ثبتت كل حاجه، لا ابدا انحت دلوقتي. طيب نبدا. اول حاجه معانا زي ما اتكلمنا خلاص، عرفنا الجيومتريك اوتلاين الحمد لله، وعرفنا ان شكله ايه، شكله ترابيزويد. يعني ايه ترابيزويد؟ يعني يا باشا عنده جزء صغير وجزء كبير، والاثنين متوصلين ببعض عاملين الشكل ده، ده هو الترابيزويد بتاعي. طيب السؤال اللي ممكن تتساله يقول لك هو ترابيزويد البوردر الحد اللي هو الصغير فيه، يعني عنده ضلع صغير وضلع كبير. الضلع الصغير ده من ناحيه ايه؟ انت تبص كده، الضلع الصغير ده عند السيرفيكال لاين، عند الخط بتاع العنق. يبقى خلاص انا ده سؤال عندي حفظته، ان الخط الصغير بتاعه عند السيرفيكال. طب والخط الكبير بتاعه موجود فين؟ موجود عند الانسايزال ايدج، اهو كده موجود عند الانسايزال. يبقى دي الانسايزال ودي السيرفيكال لاين. طيب حلو خالص كده، كده دي اتهكرت خلاص ما تسالش عنها تاني. طيب بعد كده هنمسك الميزيال والديستال اوتلاين. زي ايه يا باشا؟ فاكرين الشكل ده اهو؟ انا خلاص فهمت ان انا لما ارسم الرسمه هعمل كده اهو، تحت كده هبدا ايه، ارسم الصوره. لو وانت وبترسم اكيد هتلاقي ان دي مثلا ميزيال ودي ديستال. فوانت وبترسم الاوتلاين لازم تبقى فاهم ان الديستال بص هيقول عليه ايه، ان الميزيال عنده حته كونفكسايه بس رخفيفه خالص كده، شايفين؟ بصوا هو كونفكس بس مش كونفكس يعني صغير، سلايت. يبقى يعني ايه سلايت؟ يعني كونفكس بس خفيف. بس هنا يقول لك لا ده مور كونفكس، ده عامل كونفكس اكتر من مين؟ من الميزيال. يبقى لما يجي يسال بصوا كده اهو، لما يجي يسال عن ميزيال اوتلاين هيقول لك ده سلايتلي كونفكس، يعني سنه كده يعني ممكن تبان وما تبانش. الديستال لا، ده يقول لك ده مور كونفكس زان الميزيال اوتلاين. طيب كده احنا الحمد لله وعرفنا ان الشكل ترابيزويد، وعرفنا ان الديستال هي الحته دي هي الديستال والحته دي هي الميزيال. عرفنا، تعال نشيله بس عشان اهو، عرفنا الحته دي هي الديستال والحته دي هي الميزيال. وانا خلاص فهمت الحمد لله ان الديستال عنده كونفكس اكبر بكتير من الميزيال. شايفين الميزيال هنا خلاص الحمد لله. يبقى دي الميزيال سلايت ولا ده مور. طيب ايه تاني فاضل لي الاوتلاين بتاعي؟ قلنا ادي اوتلاين وادي اللي من تحت. ماله اللي من تحت؟ يقول لك يا باشا اللي من تحت في الاول في النيولي ايرابتد تيس، في الاسنان اللي لسه طالعه سواء كانت هنا او هنا، النيولي ايرابتد توس يوجوالي ريليفز ماميلون. لا امسك يا حاج الحته دي، بيقول لك ان الاسنان اللي لسه بتخضر، اللي لسه طالعه دي، بالعادي بنلاقي عندهم ايه؟ ماميلون، شكل ده كده. يبقى كده انا عرفت الاوتلاين فين، هنا وهنا وهنا ناحيه الانسايزر. بس يقول لك لا ما تتسرعش شويه. ايه يا ابوي فيه؟ هقول لك بعد فتره بيحصل انها بتكون ستريت. الله، ليه؟ يقول لك لان اللي بيحصل ايه؟ بيحصل وير. وات از ذا مينينج اوف وير يا شباب؟ يعني بتتاكل، بدل ما كانت كده بتتسحب كده لحد ما تبقى عباره عن خط مستقيم. الله، حلو خالص الكلام ده. يبقى انا الانسايزر كان عندي بيقول لي ان هو في الاول كان عباره عن ماميلون، بس لا ما تتسرعش. يقول لك ان اللارج، يعني ناس كتيره جدا في الكبار بيحصل لهم الكلام ده، انها بتتحول لستريت. طيب ايه الباقي بقى؟ لو تفتكروا احنا خدنا في الانترودكشن بتاعتنا الانجلز، فاكرين انجلز؟ قلنا لو عايزين لاين انجل يعني هتمسك ادي خط وادي خط وادي اللاين انجل، ادي خط وادي خط وادي اللاين انجل. فتيجي نقارن ما بين تو لاين انجلز دول، تعالوا نقارن ما بينهم. انا عايز اقارن ما بين هنا ده اسمه انسايزر صح، وده اسمه ميزيال وده اسمه ديستال. فلما اقول انسايزو ميزيال انجل او الميزيو انسايزر انجل بلاقيها شبه العمودي كده، قريب جو من العمودي. يبقى الاقيها مور شارب. اللي بص يقول رايت انجل يعني الزاويه كده عامله زي ال90. رايت انجل زي ال90 عشان لسه المصطلحات معاكم عاديه. يبقى رايت انجل عامله زي ال90، زاويه حاده كده. بصوا كده
عامله كده، شايفينها وشايفين الشكل كده عامله زي الزاويه الحاده. بط الثانيه اللي هي ديستو انسايزر، شوف ادي الديستال وادي الانسايزر فعاملين زاويه مع بعض، لا دي راوند، دي مش عامله زي الشارب، لا دي باينه انها زي كده مدوره ما فيهاش يعني ما فيهاش زاويه اصلا. فكده بصوا احنا عايزين نخلص الموضوع ده بسرعه، احنا عايزين نلم الدنيا دي في ثواني. نعمل ايه؟ يقول لك يا باشا انا الشكل الاول اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض اللي هو ترابيزويدال، ناحيه الميزيال كونفكس والديستال كونفكس، بس مين اكتر؟ لا ده الميزيال سلايت والديستال لا ده مور كونفكس. طيب هبص عليه، يقول لك هتبص على الانسايزر بقى، الانسايزر بيبقى بادئ في الاول بماميلون، هل بتستمر؟ لا مش بتستمر، بيحصل لها بيحصل لها ويرنج، بتتاكل، بتتحول لحاجه اسمها ايدج في يعني حاجه ستريت كده في الاخر حافه كده. طيب وفي حاجه ثانيه قال لك الزوايا، قال لك وعلى فكره بتيجي عليها اسئله حوار الزوايا ده، اللي هي الميزيو انسايزر انجل والديستو انسايزر انجل. طيب مين فيهم الشارب؟ الميزيال. ليه بقى ميزيال؟ تعالوا اوريكم حته كده بسرعه. شايفين كده؟ شايفين دي كده؟ علشان السنتين دول يمسكوا في بعض عشان يعملوش زي كده زي ما بنسميها احنا فلله في النص. الفلله احنا طلعنا لها اسم، حاجه اسمها دايستما. يعني ايه دايستما؟ يعني السنان دول بعاد عن بعض فسابوا زي مساحه في النص كده، هي دي الدايستما. طيب الدايستما علشان السنه ما تعملش دايستما لازم دي تكون شارب انجل، شارب انجل يعني هما الاثنين نازلين كده عشان يعملوا زاويه حاده عشان دي تمسك. لكن هنا مش لازم لان هما بعاد عن بعض، شايفين البعد؟ فلازم تبقى دي راوند وفي النص تبقى شارب انجل. بس تعالوا نكمل نفس القصه بتاعتنا اهو. يلا 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 بسرعه. انا فاكر ان الشكل بتاعي كان عباره عن ترابيزويدال ان شيب، اللي من ناحيه السيرفيكال دي كانت القصيره وناحيه الانسايزر دي كانت الكبيره او الضلع الاكبر. بعد كده قلنا ان احنا ناحيه الميزيال كان في سلايتلي كونفكس، ناحيه الدسا كان في مور كونفكس ذان الميزيال يعني اكتر. طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن انسايزر، قلنا ده هو في العادي بيكون في حاجه اسمها ماميلون، لكن في لا سرعان ما تختفي من كتر الويرنج، من كتر الاكل اللي بيحصل، الحك اللي بيحصل لحد ما تبقى عباره عن حاجه مستقيمه كده الحمد لله. طيب ايه بعد كده؟ اتكلمنا عن اول حاجه، اتكلمنا عن الاوتلاينز كلها كده خلاص قفلنا الاوتلاينز. ايه فاضل لنا دلوقتي؟ هتكلم عن هي بتمسك مع السنه الثانيه في ايه وشويه تحابيش تاني كده. يبقى هي بتمسك مع السنه الثانيه في اي مكان. تعالوا كده اهو، انا هرسم لكم السنه الثانيه بصراحه، مش سنه دي مثلا اهي، هي بتمسك مع السنة أختها اللي هي من ناحية، يعني دي واحد ودي واحد اللي هما دول اتنين أبر سنتر، بيمسكوا مع بعض في الحتة دي. الحتة دي احنا فاكرين لما قسمناهم تلت وتلت وتلت وسمينا ده ميدل وسمينا ده ناحية السيرف فسمينا سيرفايكال سيرد أو سيرفيكال سيرد، وده ناحية انسايد فسمينا انسايزال سيرد. هما بيمسكوا مع بعض عند الانسايزال سيرد، يبقى عند الانسايزال سيرد بيمسكوا ببعض. طيب عند سيرفيكال سيرد ده وعندي الميدل سيرد، يا ترى السنه بتمسك في السنه التانية اللي هي ناحيه تعالوا عايزين نشوف صوره حلوه اهي، خلينا هنا نفس السنه اللي احنا زينا. يبقى احنا سمينا ده خلاص الحته دي خط، احنا سمينا ده ميزيال الحته دي والحته دي ديستال، وده ميزيال برضو والحته دي ديستال، وده ميزيال والحته دي ديستال. فاهمين الفكره كده؟ بعد كده قسمناهم لثلاثات كده، وقلنا الحته دي هو الانسايزر وده الميدل وده السيرفايكل، والموضوع الحمد لله ماشي زي الفل. احنا عايزين نعرف هما بيمسكوا مع بعض فين. قال لك يا باشا في الاول اللي هما اللي احنا بندرسهم دلوقتي دول بيمسكوا مع بعض في النص كده عند الاول سيرد اللي من فوق ده اللي اسمه انسايزر سيرد، في نصه في نص الانسايزر سيرد بيمسكوا مع بعض. طيب بيمسكوا مع بعض فين التانيين؟ قال لك بتمسك مع البعيده، مع السنه البعيده عنها، تمسك في الجنكشن، في الخط اللي بيوصل ما بين التلت ده والتلت ده، الخط اللي بيوصل ما بين الانسايزر سيرد والميدل سيرد. الله ايه الحلويات دي! يبقى هو بصوا كده عند الكونتاكتيريا ميزيال بيقول لك بيس عند الميزيو انسايزال انجل اللي هي الحته دي، شايفين ادي الميزيو ده الانسايزال وده الميزيو، فهو بيقول لك عند الميزيو انسايزال انجل بيمسكوا في الحته دي عند النص بتاع السيرد ده اهو، شايفين نفس الفكره اهي. طيب وبعد كده بيمسك قال لك في الديستالي، يقول لك نير جانكشن بتوين الميدل اند انسايزال سيرد، يعني ايه؟ قال لك ادي الجانكشن وشايفين ده الجانكشن وده الميدل وده الانسايزر، فهو عند الحته دي بالظبط كده. طيب تمام كده. طيب احنا قطعنا نرجع تاني بسرعه. احنا عايزين نرجع كده اللي احنا عملناه. اول حاجه يا شباب اتكلمنا عن الجيومتريك اوتلاين،
بعد كده اتكلمنا عن اوتلاينز للميزيال ديستال، واحنا لسه في الليبيال اسبكت دلوقتي. احنا مطولين جدا في الليبيال اسبكت لان احنا يعني على فكره اللي احنا بنثبت اساسات عندكم دلوقتي. راح هنيجي في الميزيال اسبكت هنجري جري، وفي الديستال وهكذا ان شاء الله يعني. طيب احنا دلوقتي خلاص عرفنا الجيومتريك اوتلاين، عرفنا ان احنا اول ما نروح لاي شكل هنقول انت باشا شكلك كده، والحته دي عندك سلايتلي كونفكس، والحته دي عندك مور كونفكس زان ذا ميزيال، والحته دي قلنا بتبقى في الاول ماميلون، بعد كده بتتحول لحاجه ستريت، وبعد كده دخلنا في الكونتاكت اريا. يعني ايه كونتاكت اريا؟ يعني المكان اللي بيمسك في السنه الثانيه. وقلنا في الاول ان احنا هنقسمها ثلاث تلات كده، كل تلت. طيب واول تلت سميناه انسايزل ميدل، بعد كده سيرفايكل او سيرفيكال عادي ناطقين يعني. بعد كده هنمسك اول حاجه الانسايزل ده، وهنعرف يا باشا انت عند الانسايزل في نص الانسايزل سيرد بيمسك في السنه اللي قصاد، يقول لك قريب من الانجل دي اللي احنا لسه متكلمين عنها. وناحيه تانية عند الجنكشن اللي بتوين، يبقى يعني ايه جنكشن؟ يعني الرابط اللي بين الميدل والانسايزل سيرد، عند الحته دي. فهي السنه التانية معاها بتعمل كده بالظبط يعني، شايفين كده؟ عشان بس الرسم كروكي، شايفين كده؟ تمسك السنه دي في الحته دي بالظبط كده. تمام، ادي هو المصدر بتاع بس كده احنا الكلام كونتاكتيري خلاص. طب السيرفيكال لاين، الخط ده، الخط اللي عند هنا ده اللي احنا بنعملوه في النحت وبنعملوه في الرسم بتاعنا، ازاي اعرف شكله؟ قال لك يا باشا لما تبص في الليبيال، يعني انت كده بتبص على ايه؟ على الشكل ده. افتكرها من الشكل ده دايما، ان هو باصص لفوق، يبقى كده عامل كونفكس ناحيه الروت. كونفكس ناحيه الروت، شايفين هو كونفكس كده اهو، قلنا كونفكس ناحيه الروت. يعني ايه كونفكس ناحيه الروت؟ يعني يا باشا باصص ناحيه الروت. روت وايز يعني ناحيه الروت، كونفكس ناحيه الروت، يبقى هو سيرفايكال لاين كونفكس ناحيه الروت. طيب بيتكلم عن ان الاوتلاين بتاع او السيرفيس نفسه ده شويه كونفكس. يعني ايه كونفكس؟ هوريه لكم من الناحيه التانيه دي كده. عايزين صوره تاني، هاتوا يا عم. بصوا كده، ده الليبيا اللي احنا كنا فيه من شويه. بيقول لك ان هو سلايتلي كونفكس، يعني مش كونفكس جو السطح بتاعه. تمام. طيب تمام 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 تمام. طيب الروت، هنيجي نبص على الروت يا باشا. الروت بتاعنا بتاع ابر سنترا بيكون بلانت. يعني ايه بلانت؟ ويعني ايه كون شبه القم، كون يا شباب. ده معنى كون. طيب يعني ايه بلانت؟ يعني القمه بتاعته او الايبكس بتاعته مش بوينت، مش عامله زي كده، مش حاده، لا ده هي عامله زي حاجه كده كبيره كده، مش حاده، مش عامله زي الدبوس، لا ده اسمها بلانت. هو ده شكل البلانت يعني. بس كده اعرفها بالطريقه. يبقى يعني بلانت يعني انها مش حاده، مش مدببه زي الدبوس كده، مش عامله كده، لا ده عامله تخينه شويه. يبقى اتكلمنا عن شكل الروت، والسطح بتاعنا قلنا ده السطح بتاعنا شويه كونفكس، اسمه سموزلي كونفكس. بعد كده السيرفيكال لاين اتكلمنا عنه، ده قلنا لا ده باصص ناحيه الروت، متجه ناحيه الروت. طيب والكونتاكت اريا اتكلمنا عنه الحمد لله. طيب هنيجي عند كونتاكت اريا ونزود هنا الحوار شويه. بصوا كده، لا هي صاحبتنا لا تؤاخذكم الرسمة. شايفين؟ نمسك في الحتة دي بالظبط. يعني هو ده الكونتاكت اريا الناحية دي، والناحية التانية بيمسك في الحتة دي. شايفين؟ لو تلاحظوا هنا هتلاقوا في فرق بين الطول هنا كده، وده اللي يعرفه يجاوب، اللي ما يعرفش يستنى لحد ما نجاوب. يلا دي ده تحدي شوية. فشايفين احنا هنا مسكنا عند يعتبر الجنكشن اللي بتوين الميدل والانسايزال سيرد، وهنا قلنا في نص الانسايزال او عند الايدج اللي من قدام. فالموضوع بيس خالص يعني. دي ايه اسمها؟ الكونتاكت اريا، الايه الحته اللي بتلتصق بيها مع السنه الثانيه. طيب خلاص خلصنا كده الليفيال. او بصوا كده هنعمل ايه في الباقي؟ احنا اتكلمنا في الاول جيومتريك اوتلاين. لما تيجي نشوف في الشكل تاني، ده انا ببص عليها والله ده نفس الشكل عامله كده، يبقى الجيومتريك اوتلاين بتاع الليبيال زي اللينجوال. طيب ايه فين الشورت بوردر بتاعها وفين اللونج بوردر؟ لا ده شورت ناحيه السيرفكس برضو، ناحيه العنق برضو، ده الحمد لله ده هي اختها بالظبط. طيب هبص على ايه تاني؟ هبص على الحاجه اسمها ايه؟ اللينجوال كونفرجنس. ونيجي عند اللينجوال كونفرجنس دي ونهدى شويه خالص. بصوا كونفيرج يعني يعني ده اللي بيحصل كده، اللي هي كنا هنا كانت هنا واسعه وهنا بيجي ضيق. يعني ايه كونفيرج؟ يعني بيحصل ان الشكل بيضيق لكده. طيب
ايه اللي حصل؟ بيقول لك ان اللينجوال سيرفيس اوف ذا توث نارور ذان ذا ليبيال، يعني اضيق من الليبيال، فبالتالي شكله هيكون، انا عايز اوريكم شكله كده، هاتوا الانسايد شايفين الشكل ده؟ ادي الليبيال، لو بص الليبيال وادي اللينجوال، شايفين الشكل هنا ده كده عمل الشكل ده، عمل الشكل ده لحد يعني شايفين لحد درجة انه بقى شكله عامل زي المثلث، شايفين شكله بقى عامل زي المثلث. يبقى ايه اللي حصل؟ حاجة اسمها convergence. يعني ايه convergence؟ يعني في ضيق حصل من الليبيال لحد اللينجوال. طيب عايزين نعرف ايه السبب يا باشا. السبب اللي انت عايز تعرفه ده موجود. تعالوا نشوفوا ايه اللي حصل. اولا انا هرسم لكم رسمه، تعالوا نشوف. احنا عارفين ان شكل الاسنان عندنا بيترص على شكل حدوة الحصان، اللي هو اليو شيب. يعني انا اهو شايفين كده، هو ده اليو شيب اللي هنتكلم عنه. طيب انا دلوقتي معايا صندوق، الصندوق ده ايه؟ عايز ارصه جنب بعض بالطريقه دي مثلا، شايفين كده؟ هذا هي الرص ده في خط مستقيم وهيكون كويس. لكن افرضنا انا عايز ارص الصناديق دي بالشكل ده كده، فهعمل ايه؟ هاجي ارسم اول صندوق معايا كده اهو، واول ما اجي ارسم الصندوق التاني، بصوا كده، بص كده، شايفين كده؟ مش هيكمل. فانا هضطر اعمل ايه؟ هضطر ان انا في الاول اول صندوق ده نفسه هعمل له كده اهو، وبالتالي تاني صندوق هعمل له كده اهو، وبالتالي تالت صندوق هعمل له كده اهو. يبقى انا وسعت من قدام وضيقت من ورا علشان يعرف يلف اللفه بتاعتنا. اهي نفس الفكره، شايفين؟ هو ضيق من ورا، بقى ضيق من ورا، وسع من قدام علشان يعرف يلف اللفه بتاعه الاسنان، علشان يكمل الفك بترتيب الاسنان الشكل بتاعنا. يبقى علشان ايه عملنا؟ عشان ايه اهميه الكونفرجنس؟ يقول لك تو اكوموديت، علشان يتكيف مع الهورس شو شيب. يعني ايه هورس شو شيب؟ يعني شكل الحذاء بتاع الحصان او شكل حدوه الحصان بتاع الالفيولار ريج. ايه الالفيولار ريج ده؟ العظم اللي الاسنان موجوده فيه. يبقى العظم الاسنان موجوده فيه على شكل حصان، على شكل حدوة الحصان. فبالتالي انا عايز ارص الاسنان بالشكل ده، فهعمل ايه؟ لا، قال لك هتخلي اللينجوال اضيق من الليبيا عشان يلف معاك اللفه اللي انت عايزها. يبقى اهم معلومه في الاسنان ان بيكون عندنا في معظم الاسنان ما عدا سنتين، اللي هناخد اكسبتاتهم ان شاء الله، يبقى في كل الاسنان ما عدا سنتين بيكون في حاجه اسمها لينجوال كونفرجنس. يعني لينجوال كونفرجنس يعني ان السن يا باشا مش يعني مش بتكمل ستريت، لا ده بتضيق. طيب خلاص، عرفت الاوتلاين زي صاحبتي اللي فاتت اللي هي الليبيال، والحاجه الجديده بتاعت اللي هو لينجوال كونفرجنس ان الليبيال اوسع من اللينجوال، او اللينجوال اضيق من الليبيال. اكيد هو هيلعب لك على الحته دي، يقول لك اللينجوال سيرفيس بص، لينجوال سيرفيس اوف ذا توث نارور ذان ذا ليبيال سيرفيس، او يقول لك العكس ان الليبيال سيرفيس وايدر ذان ذا لينجوال. صح. طيب فاكرين السيرفيس ديسكريبشن بتاعنا، الاناتوميكال لاند ماركس اللي اتكلمنا عنها؟ ايه الاناتوميكال يا باشا؟ فاكر ان احنا عندنا هنا كان في اللينجوال بيكون في كلبوزه كده صغيره عند السيرفيكال سميناها السينجلم. طيب فاكر مش على الحافه كان في شويه ريدجات وسميناها حافه معناها مارجن، والمارجن وفي حاجه عاليه ريدج فسميناها مارجنال ريدج، وقلنا على حسب هو مكانه يا اما في الميزيال يا اما في الديستال، فده سميناها ميزيال مارجنال ريدج وديستال مارجنال ريدج. بعد كده قلنا في من فوق حاجه اسمها انسايزر ريدج، وبتوين اكيد لما احنا نعمل مرتفعات من كل الجوانب كده اكيد هتبقى في زي حفره في النص. الحفره اللي اتكونت في النص دي سميناها لينجوال فوسا. الله ايه الحلاوه دي! طيب انا مش عايز اخدك واقول لك ان احنا خلصنا اللينجوال اسبكت. طيب تاني راجع بسرعه. احنا كان في هنا سنجلم، فاكرين كده؟ هنعمل كده اهو، ادي هو الشكل بتاعنا. كان في هنا سنجلم، وكان في هنا مارجنال ريج، وفي هنا انسايزر ريج، وبالتالي حصلت دروبايه هنا عشان كل الحيطان مرفوعه، فاكيد الحته في النص دي زي الحفره، فهتبان زي فصه. الفصه بتاعتنا سميناها لينجوال فصه، وبتكون على شكل ام شيب. احفظها حفظ، ام شيب فصه بتكون فين؟ في الابر سنترال. ام سي كيو بتظهر ام سي كيو يعني شكلها ايه؟ بصوا كده، شايفين؟ على شكل ام شيب، على شكل ام شيب، على شكل ام شيب. هنغنيها. يبقى ايه اللي حصل؟ انا فهمت دلوقتي يا باشا ان عندي هنا في سنجلم، وهنا في مارجنال ريجز، وهنا في انسايزر ريج، وهنا اكيد بالتالي لما كل مكان ده مرتفع وده مرتفع وده مرتفع وده اكيد هنا في حته منخفضه، يعني بالتالي ده هيكون فصه. طب الفصه على شكل ايه؟ الفصه على شكل حرف ام، شايفين؟ ادي الام اللي اتعمل. طيب
هنا بيتكلم ليه في كونفرجنس وايه اهميته. احنا الحمد لله فهمناها من غير اي عك. هنبدا دلوقتي في الميزيال اسبكت. شوف كده خلصنا بسرعه ازاي. هبدا في يعني ايه ميزيال اسبكت يا شباب؟ يعني انا دلوقتي ماسك السنه وببص عليها من الحته دي، يعني ببص عليها من على الجنب كده. طيب ايه الشكل اللي ظهر لي؟ هيظهر لي الليبيال من هنا واللينجوال من هنا، شايفين كده اهي تختفي. ادي الليبيال هو من الناحيه دي وادي اللينجوال من الناحيه دي. طيب بالتالي انا لسه ذاكر لكم حالا ان احنا عايزين قبل ما نبدا اي شكل نعرف ايه، نعرف شكله الهندسي. طيب انا لما ابص على شكله والله دي رفيعه كده ولدرجه انه عملوا حاجه اسمها تريانجولار. يبقى تاني الله ايه الكلام ده؟ احنا اتكلمنا قلنا ليبيال لينجوال حاجه اسمها ترابيزويد، لكن ميزيال وديستال حاجه اسمها تريانجل. يبقى شوف التجميعات، اكتب التجميعات دي ورايا بسرعه. ليبيال ولينجوال ترابيزويد. طيب ميزيال وديستال تريانجل، مظبوط خالص. طيب يا ترى البيز القاعده بتاعه المثلث فين؟ عند الانسايزل ولا عند السيرفيكال؟ لا ده عند العنق، عند السيرفكس. يبقى عند العنق موجوده القاعده بتاعه المثلث، او على شكل حاجه اسمها ويدج شيب. ويدج يعني حاجه كده ليها سن برضه. ويدج ده معناه مش فاكر صراحه، بس معناها ان حاجه بيكون لها سن، مش فاكر معناها بالعربي يعني، بس هي بتبقى حاجه كده ليها سن ونفس الشكل ده. ويدج كده بنحشرها ما بين الاسنان علشان نعمل حشو. طيب احنا خلاص اتكلمنا عن جيومتريك اوتلاين، عايزين نمسك الاوتلاينز كلها بقى. يعني همسك، احنا فاكرين المره اللي فاتت مسكنا ميزل وديسل، لا هنا همسك الليبيال وهنا همسك اللينجوال بقى. هعمل ايه؟ هوصف. هناك فاكرين كنا بنقول سلايتلي كونكيف، سلايتلي كونفكس، سلايتلي كذا، سلايتلي كذا. صحيح. تيجي تعالوا كده نشوفه. فاكرين احنا هنا ما اتكلمناش عن اوتلاين. ليه الجدع ما يقول، يعني الجدع يقول لي ليه ما اتكلمناش هنا عن اوتلاين؟ لان بالعربي الاوتلاين اللي كانت في الميزي في الليبيال هي في اللينجوال، بس انا مسكت سنه بصيت عليها من ورا. يعني شايفين ده الميزيال وده الديستال، ده احنا كده في اللينجوال اهو، شايفين احنا في اللينجوال. فبالتالي الميزيال يبقى سلايتلي كونفكس وده يبقى مور كونفكس. دي برضو كان فيها ماميلونز وبس كده. الموضوع بسيط خالص. لكن احنا هنا بدأنا في الميزيال، والميزيال هنعمل فيه ايه؟ الميزيال يا باشا هنا هنبدا نشوف فيه الشكل الجديد بتاعه. يعني ميزيال لما ابص من ناحيه الليبيال هلاقي ان الليبيال عمل له حاجه اسمها سموز كونفكس. فاكرين سموزلي كونفكس او سلايتلي كونفكس ناحيه الليبيال؟ بط فاكرين اللينجوال بتاعنا قلنا بيبقى فيه سنجولم، حته قلبوزه كده، وبعد كده في فصه كده بتبان، بعد كده في انسايزر ريج اهو. نفس الفكره، هو قال لك كونفكس هنا، بعد كده كونكيف هنا، بعد كده كونفكس. تعالوا نشوفوها كده. بيكون كونفكس في الاول اللي هو عند السنجولم، عند حته القلبوزه، بعد كده عند الفصه في كونكيف، بعد كده عند الانسايزر ريج الحته الاخيره دي بتاعتنا بيكون فيها حاجه سلايد كده، حاجه خفيفه بس كونفكس برضه. طيب ايه اللي عايزين نعرفه دلوقتي؟ حاجه اسمها كريست اوف كريفيتشر. يعني ايه كريست اوف كريفيتشر؟ يعني قمه الانحناء. ايه قمه الانحناء دي برضه؟ شايفين احنا هنا في انحناء، يعني ناحيه الليبيال في انحناء وناحيه اللينجوال في انحناء، بس فين اعلى قمه للانحناء؟ لو لاحظنا هنلاقي ان اعلى قمه للانحناء في الليبيال في الحته دي، واعلى قمه للانحناء في اللينجوال في الحته دي. فهو بيوصف لنا اعلى قمه في الانحناء الكريست اوف كريفيتشر في الليبيالي عند الجنكشن اللي بين الميدل والسيرفيكال ثيرد. الله، تيجي نشوفها رسمه حلوه كده اهو. بصوا كده اهي، شايفين اعلى منطقه عند الجنكشن. ايه هو الجنكشن ده؟ الرابط اللي بين السيرفيكال والميدل. طيب إيه فهمني الثانيه، احنا اتكلمنا عن الليبيال خلاص. طب الكريست اوف كريفيتشر موجوده في اللينجوال الناحيه دي فينها؟ لا يقول لك عند المنتصف بتاع السيرفيكال. يبقى كده تعالوا نجمع. احنا بنتكلم عن الكريست اوف كريفيتشر ناحيه الميزيال والديستال. اصل الميزيال زي الديستال والليبيال زي اللينجوال، ما فيهوش فكاكه الموضوع يعني. هنتكلم في الليبيال يبقى خلاص والله ده جاي عندي جنكشن اللي بين الميدل والسيرفيكال. طيب هنبص على اللينجوال، لا ده جاي ده في نص السيرفيكال سيرف بس. ادي كريست اوف كريفيتشر وادي الموضوع اتفنش. لما تيجي نراجع كنا الحته دي ناحيه الليبيا سلايتلي كونفكس، وقلنا ناحيه اللينجوال كونفكس كونكيف كونفكس كونفكس كونكيف كونفكس كونفكس كونكيف كونفكس، او كونفكس ناحيه السنجلم، بعد كده كونفكس ناحيه الفصه، بعد كده كونفكس سلايتلي بقى المره دي ناحيه الانسايزر ريج. احنا ده اللينجوال وده ده الليبيا. يلا يا باشا خلصنا. ايه السيرفيكال لاين؟ هنبص كده لاحظنا دلوقتي ان السيرفيكال لاين باصص ناحيه الروت المره دي، باصص ناحيه الكراون المره دي، مش باصص ناحيه الروت. فبالتالي انا هسميه كراون وايز
يبقى سيرفيكال باصص ناحيه الكراون. طيب ما تيجي نلعبها، لا ما هو ممكن يقول لك ان هو كونفكس، ادي كونفكس للكراون وايز، راح انت تقول له لا ده صح خلاص من ناحيه الميزو ديستال ده هو باصص فعلا على الكراون. طب لو قال لك هو كونكيف ناحيه الكراون تقول له ايه؟ لا تقول له غلط. طب لو قال لك هو كونكيف ناحيه الروت، صح ده هو كونكيف ناحيه الروت، ده هي عامله زي القعر بتاع الحله كده بالظبط. يبقى صح كده، يبقى هنا حاطط لك الشكل الجديد. هو قال لك هو كونكيف ناحيه الروت لان هو مش باصص على الروت، لو باصص على الروت هنقوله كونفكس ناحيه الروت. ركز في المصطلحات دي لانها هي دي الام سي كيو، هي مش صعوبه بس هي تشغيل الدماغ بيكون في الحته دي، اللي هو واحد بيتخيل، واحد فاكر الرسمه شكلها ايه وبيتخيل. طيب الانسايزر ريج، هنتكلم عن الانسايزر ريج. بيقول لك الانسايزر ريج بتاعنا بيكون سنترد، بيكون في النص كده، شايفين يعني احنا السنه متسنتره في النص. بس يعني ما اعتقدش في حد نفس الفكره ان الروت بتاعي بيبقى كون وويز بلانت ايبكس، نفس اللي كانت في الميزو ديستال. بيتكلم يقول لك ان السيرفيس بتاعي سموز ما عدا الحته اللي فيها كونتاكت اريا اكيد عامله كونكافيتي يعني، بس كونفكس يعني. طيب ميزيال، نتكلم عن الديستال يا باشا. طيب احنا خلاص ثبتنا يا باشا اول حاجه مثلث يبقى تراينجولار ان شيب، بعد كده هنتكلم عن الليبيال يقول لك ده سلايتلي كونفكس، بعد كده كونفكس كونكيف وسلايتلي كونفكس ناحيه السنجلم ناحيه الفصه وناحيه الانسايزر ريج. طيب حلو خالص الكلام ده والله. بعد كده هتكلم عن السيرفيكال لاين، السيرفيكال لاين ميزيال شبه ديستال وليبيال شبه لينجوال، فميزيال شبه ديستال قلنا ده هي باصه ناحيه الكراون، فبالتالي انا اقدر اطلع مصطلحين، اول مصطلح انها باصه ناحيه يبقى كونفكس ناحيه الكراون، او مش باصه ناحيه يبقى كونكيف ناحيه الروت بقى. نشوفوا الحوار، تعال نشوفه صح. ده بيقول لك ده هو سيميلار زان الميزيال سيرفيس بالظبط، هو الميزيال سيرفيس، بس هنا بيقول لك حته مهمه جدا ودي برضو اكسبت، يعني حاجه كده بيقول لك اللي هو خد دي عندي، ده موضع سؤال. يقول لك ان السيرفيكال لاين ناحيه الديستال بيكون الانحناء بتاعه، شايفين مدى الانحناء بتاعه بيكون ليس ذان. يعني ايه ليس ذان؟ يعني هنا في الميزه بنلاقيه شكله كده هو نازل خالص، لا في الميزه بنلاقيه عامل كده في الديستال، يبقى ده ميزيال وده ديستال، ده الفرق بينهم. يقول لك ان هناك بيكون انحناء كبير، لا هنا بيكون صغير. وبيتكلم عن السيرفيس بيقول لك بيبان تخين شويه عشان الكونتاكت اريا وخلاص، يعني الموضوع ده بسيط. نبدا نتكلم عن اخر اسبك. شفتوا احنا بعد الميزه العمليه بدانا نجري، احنا ثبتنا شويه حاجات، هبص على الجيومتريك اوت لاين، بعد كده الاوت لاينز، بعد كده هبص على السيرفيس في ايه، وبص على لو السنه فيها اكسبت ولا ما فيهاش اكسبت. هبص يلا بسرعه نشوف الموضوع. الجيومتريك اوت لاين ناحيه الانسايزر، الله ناحيه المثلث. ليه بقى مثلث؟ لان من قدام من ورا في ناحيه اللينجوال في حاجه اسمها لينجوال، اطلع بيها لينجوال كونفيرجنس. لينجوال كونفيرجنس يعني لينجوال كونفيرجنس يعني اللينجوال اضيق من الليبيال، فعمل زي مثلث من درجه يعني من كتر ما احنا ما خلاص نحتنا في اللينجوال اتحول لزي مثلث لما نبص عليه من فوق. ده هو شبهني، يبقى رفلي تراينجل وايدر ميزيو ديستال زان ليبي. الله تعالوا بص على الحتت الحلوه دي. فاكرين احنا اتكلمنا قلنا ان السنه دي هي اوسع سنه ممكن تشوفها. يبقى ده الميزيو ديستال، يعني من ناحيه الميزيا لحد الديستال السنه كبيره. طيب هل هي اكبر ولا ناحيه الليبيال لينجوال؟ انت تعال لاحظ كده، شايفين الخط ده وشايفين الخط ده، مين اكبر ناحيه الميزيال ديستال ولا ناحيه الليبيال لينجوال؟ اكيد ناحيه الميزيال ديستال. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السنه وايدر ميزيو ديستالي زان ليبيو لينجوالي بس. طيب بيتكلم عن ان الليبيال بيبان شكله كبير، يعني شايفين هنا الليبيال بيبان برود وفلات كده، يعني مفيش اي فيه مرتفعات ولا منخفضات ولا اي حاجه، فالليبيال بيبان برود حاجه واسع كده وفلات. طيب ايه اخر حاجه تاني؟ بيتكلم ان احنا ممكن نشوف ايه، تعالوا نشوفها. شايفين الميزال مارجنال ريج وشايفين الديستال مارجنال وشايفين السنجولام ده اهي، بعد كده شايفين الحفره سميناها ايه الحفره؟ اللينجوال فوسا. طيب بعد كده قال لك هتشوف الحفره وهتشوف السنجلم وهتشوف الميزل والديستال مارجنال ريج وهتشوف يا باشا الانسايزر ريج والانسايزر ايدج. والفرق بينهم قلنا ان الانسايزر ريج ده مش بيكمل معانا وسرعان بيتحول لايدج حافه من كتر الاحتكاك. بس كده يا باشا. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ فكده قلنا هتكلمنا عن عمر الاسنان، وذكرنا انها في الاول
اول ظهور ليها بيكون من 3 ل 4 شهور، بعد كده الكراون بيبدا يظهر عند 4 ل 5 سنين، بعد كده اتكلمنا عن ان بيحصل لها ايربشن 7 8 سنين، بعد كده قلنا بيحصل للروت كومبليت بعد 3 سنين من الايربشن، يعني قلنا من 10 ل 11. بعد كده اتكلمنا عن التوث اسبكت، وقلنا هنمسك شوية أساسيات كده هنمسكها، يعني كل أسبكت هنبص على الشكل بتاعه، وبعد ما نبص على الشكل هنبص على الحدود بتاعته، إيه شكل الأوتلاينز دي، بعد الأوتلاين هنشوف هل عنده مرتفعات ومنخفضات اناتوميكال لاند ماركس بتاعته، بعد ده كله هنبدأ نعرف هل عنده حاجات ممكن يسألنا فيها اكسبتات كده وحاجات مميزة بها كل وجه وكده ولا لأ. وبس مسكنا كل حاجة وعرفنا الحمد لله. دلوقتي فاضل لنا حاجة اسمها البالب كافيتي. يعني إيه بالب كافيتي؟ يعني العصب، تجويف العصب، التجويف اللي موجود في العصب. طيب ايه فايده ان انا اعرف يعني تجويف؟ قال لك هو السوفت تيشو كومبوننت اللي موجود في التوث. يعني احنا السنه عارفينها كلها هارد تيشو، يعني تيشو ناشف شويه، زي مين؟ زي الانامل والدنتين والسمنتم. وقلنا البلب ده هو السوفت تيشو الوحيد اللي موجود فين؟ في التوث، واللي يشغل كل حاجه موجوده من جوه. ايه وظيفته؟ قال لك يا باشا ده في الدم وفي الاعصاب، بالتالي سميناه العصب بتاعنا. طيب تعالوا كان نكمل. ايه يعني ايه فايده ان انا اعرف البالب كافيتي؟ فايده انك انت تعرف انك انت تاخد معلومه يا باشا، لانك انت ان شاء الله فيما بعد هتبدا تعرف ان السنه بيحصل لها تسوس. شايفين التسوس ده؟ فانا هبدا افتح التسوس، هعمل له اوبننج كده هنا، وهبدا انزل الفايل بتاعي علشان اعمل تريتمنت عشان اعالج التسوس اللي حاصل ده، وابدا افضي العصب واعالج المريض من اي تعب. وبس، يعني دي بس المعلومه المفروض تعرفوها دلوقتي عن الموضوع. طيب ايه شكل بقى الحاجات دي؟ سيبكم من هنا، ده خلينا نفتكر. احنا في الاول اتكلمنا قلنا في حجره بسميها بالب تشامبر. بالب تشامبر فيها زي الجرون، والجرون دي معناها هورن فسميناها بالب هورن. بعد كده قلنا ان في البالب تشامبر بتفتح على الروت كانال، القنوات، والقناه بتفتح من تحت على فتحه ايبيكال فورامين، يعني عند الايبكس في فتحه فسميناها ايبيكال فورامين، بس عشان ما تتوهوش مني. اكسسوري يعني فتحه زياده، اكسسوري فورامين معناها فتحه زياده وقناه زياده. لو لقيت كلمه اكسسوري معناها حاجه زياده، بس مش عايزين غير كده منكم دلوقتي. نبدا نعرف الشكل ده. احنا لو تلاحظوا لما نتكلم، لما نقول ميزيو ديستال يعني انا شايف هنا الميزيال وشايف الديستال. لما اقول لكم ليبيولينجوال يعني انا شايف من ناحيه الليبيال وناحيه ثانيه اللينجوال، وهكذا. عشان يعني الشكل ده ما السكشن لما يقول لك ميزو ديستال تبقى فاهم هو بيتكلم عن ايه. طيب هو بيتكلم عن ميزو ديستال، اول حاجه قلنا تشامبر وطالع منها هورن، وبعد كده نازل لتحت في الكنال القناه بتاعه العصب، وبعد كده بيفتح عند الفتحه. خلاص. طيب احنا هنتكلم عن ايه؟ قال لك يا باشا اول حاجه البالب تشامبر دي بتكون واسعه فوق، واسعه ناحيه الكراون، وكل ما تنزل كل ما تضيق، كل ما تنزل خدها قاعده، كل ما تنزل كل ما تبقى اضيق. فيها كام هورن؟ فيها 3 هورن، والثلاثه هورن دول قال بسبب اللوبس. فاكرين اللوب السنتر اوف كالسيفيكيشن والجروس؟ فيها 3 بسبب انه كان في اصلا 3 لوبس. طيب ايه تاني؟ قال لك خلاص عرفنا الهورن وعرفنا التشامبر، وعرفنا ان القناه كل ما نطلع فوق كل ما تبقى ضيقه اكتر، لحد ما نوصل عند الايبيكال فورامين عند الفتحه خلاص بتاعه الايبكس، هنلاقيها انها موت سنتر في النص، يعني في النص بالظبط كده. طيب ايه الشكل التاني؟ قال لك لا، لما نبص من ناحيه الليبيولينجوال هنلاقي ان شكلها غريب شويه غير الشكل ده. ايه شكلها؟ قال لك لا، ده هي شكل المثلث الناحيه دي. بعد كده بيبدا كل ما بنروح ناحيه الايبكس دايما بيحصل لها انها بتضيق. طيب اخر حاجتين معانا هنا، احنا بصوا كده احنا عملنا ايه هنا؟ انا مسكت الروت كده ورحت قطعته كده وبصيت عليه من فوق، انا عايز اشوف الروت. قال لك ليه شكلين. في الاول يعني في الحته اللي من اول، يعني مثلا الحته دي كده بيبان شكله كتريانجل، شكله كده عامل كده اهو، مثلث. بعد كده زي الانسايزل، فاكرين الانسايزل بسبب اللينجوال كونفرجنس؟ اهو نفس الفكره، ان الحته دي اللي من فوق دي هي البيز، وهكذا يعني. يبقى عايزين نعرف شكله. قال لك لا، ده في الاول بيكون تريانجل شبه المثلث، بعد كده بيتحول شكله عند الايبكس، اكيد عند الايبكس بيبقى شكله دايري شويه كده، فبيبقى راوند اوفال. اوفال يعني بيضه، زي الاوفال زي البيضه كده، بس زي البيضه. طيب هتقول لي الكلام ده صعب؟ لا مش صعب، هو ولا حاجه. انت بس عايزك تفهم ان احنا القناه عندنا بتضيق كل ما بتوصل ناحيه الايبكس، ناحيه القمه بتاعه الروت.
وفي الاول بتكون واسعه، يعني في الاول بتكون واسعه وكل ما تركب كل ما تضيق. يبقى ايه حاجه تانية؟ قال لك هتعرف عدد الهورن من عدد اللوبس. يبقى انت لو انت فاهم عدد اللوب اللي موجودين في الشكل ده بتاع الميزو ديستال، انا فاكر ان هم 3، فهقول لك لا ده دول 3 بالب هورن. بعد كده تشامبر دايما لا ملاش لازمه. بس يعني الموضوع بسيط خالص فوق ما تتخيل. بس احنا كده يا باشا خلصنا حاجه اسمها ماكسيلاري سنترال انسايزور. ليه طولنا فيها بقى؟ يعني انا عايز افهمك ليه طولنا فيها. لان احنا هنا حاطين اساسيات كبيره جدا، بقى عرفنا ازاي هنبدا نجسم، عرفنا الشكل، عرفنا كل حاجه من الكلام ده. هندخل على طول دلوقتي في الماكسيلاري لاترال انسايزور. بس اطلب منك طلب انك يا باشا تروح تفصل شويه كده، تشرب كوبايه القهوه زي ما انا بعمل كده، و وترجع لي تاني ان شاء الله 10 دقايق كده. خد حاجه تعمل لك ريفرش كده وبعد كده ارجع تاني. يلا يلا يا باشا، يلا نبدأ كده تاني. خلاص احنا خلصنا السنترالز دول وقفلناهم هكرناهم ان شاء الله. يعني دلوقتي هندخل في الشغل العالي اصحابهم التانيين دي، اللاترال upper lateral incisors upper lateral incisors. عشان كده هنكون النهارده ان شاء الله هنفنش الابرز كلهم. طيب يا باشا، بايولوجيك كده عايزين نبدأ نتخيل. هي اسمها سنترال ولاترال، فهو هيديلك ان السنترال يعني اللاترال اللي هنبدا فيها دي هي شبه السنترال في كل حاجه اعتقد، ما عدا الدايمنشن، ما عدا ان دي كبيره بس، يعني اللي في النص دي كبيره واللي جنبها دي اللي هي اللاترال دي اصغر منها، ما عدا في الروت. يعني الروت الاثنين يعتبر شبه بعض. طيب هنعمل ايه؟ نفس اللي بدأنا هناك. احنا هناك عملنا ميد لاين وقلنا ان الابر سنتر ده هي اول سنه بنجابلها بعد الميد لاين، لا ده دي تاني سنه بنجابلها بعد الميد لاين. بعد كده بدأنا نسمي، قلنا يا باشا بالمر واف دي اي واليونيفرسال، بالمر وتو ديجيت سيستم واليونيفرسال. عايزين نشوف التسميات. بالمر صاحبنا بيسمي على حسب الربع بتاعه، فده سماها 1 و2. بعد كده دي 3 نفس بيكمل نفس الفكره، 1 2 1. بعد كده هنكمل في التو ديجيت، سمينا الربع ده 1 والربع ده 2، فبالتالي هنحط رقم 2 عشان دي سنه لاترال، فبالتالي هيتسمى ان دي 1 2 كده، او دي هيتسمى 2 2. بعد كده صاحبنا الاخير ده اللي هو بتاع اليونيفرسال العالمي بتاع الشبابيك ده، هيعملها ازاي؟ هيبدا من اخر سنه على ناحيه اليمين من فوق لحد ما يوصل عند اللاترال، هيلاقي اسمها شباك 7 وشباك 10. بس دي ده التسميه بتاعتها، وقلنا ده اللي ممكن يجي في الكويز عندكم واكتر حاجه. بعد كده الفانكشن ده برضو يعني الاغلب الناس ان السلايد دي مهمه جدا للي عندهم الكويز. طيب الاوكلوجن، فاكرين الاوكلوجن بتاع اللي فاتت؟ احنا اتكلمنا قلنا اوكلوجن ان السنه دي كبيره لدرجه انها بتاخد الاثنين انسايزور تحتها، اللي هي الواحد واثنين بتاخدهم تحتهم 1 و2. لكن دي اللي هي اللاترال بتخلي تحتها الكناين. ايه الكناين ده؟ اللي هو الناب اللي من تحت بيبقى تحت ايه؟ يبقى لما اعمل اوكلوجن باللاترال هجابل الكناين اللور لاترال والكناين. يعني بصوا كده، لما اعمل اوكلوجن هاخد سنه من اللور لاترال والكناين. طيب قال لك اللاترال انسايزور هي سمولر ان اول دايمنشن في كل المجاسات بتاعتها، ما عدا الروت لينس، ما عدا طول الروت، ما عدا الطول بتاع الروت. طيب نرجع نفس الفكره تاني. والله انا ديني بركز وانا عايز اشوف الكرونولوجي، قلنا ترتيب الاحداث وفقا لزمن معين والحوارات الكتيره بتاعت التاريخ دي. عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف first evidence of calcification. هناك كانت عبارة عن من 3 ل 4 شهور حصل الموضوع ده في الابر سنتر. بعد كده عند 4 ل 5 سنين بدأ يحصل معالم للكراون كومبليتد. بعد كده الايرابشن بتاعها كان 7 8 سنين هناك. بقى هنا عند 8 9 سنين. وبعد كده بعد 3 سنين زود 3 على طول يطلع لك الروت كومبليت. فهنا كان من 10 ل 11، وهنا 11 برضو زيها وهكذا. يبقى هنا احنا ايه اللي بيحصل؟ قال لك هنا كان 3 4، هنا من 10 ل 12. بعد كده كراون كومبليت نفسها هي 4 ل 5. بعد كده الايرابشن بيكون بدل من 7 ل 8 لا خلاها من 8 ل 9. بعد كده روت كومبليتد بيجت عند 11 سنه، اللي احنا زودنا 3 سنين على 8 ل 9. طيب
نفس الفكره. خلاص احنا دلوقتي بنكرر بنجري، خلاص مفيش اي كلام جديد معانا. نمبر اوف اسبكت قلنا هم 1 2 3 4 5 اسبكتس معانا. وفي عندنا واحد روت، عدد روت واحد بس موجود في السنه دي. هنبدا بالليبيال اسبكت، ونبدا باول حاجه شكله. قلنا هو عباره عن ترابيزويدال ان شيب، الجزء الصغير فيها ناحيه السيرفيكال، ذا شورت سايد ناحيه السيرفيكال، والجزء الكبير في الترابيزويدال ده كان ناحيه الانسايزل. والاوت لاين هيبدا في الاوت لاين. قال لك الاثنين هنا كونفكس. الله، يبقى هنا الميزيال كونفكس، هناك كان سلايتلي كونفكس. الميزيال هنا قال لك سلايتلي كونفكس، بس اكيد مفيش يعني. عايزك تفهم حاجه، ان احنا كل ما بنبعد عن السنترال كل ما الكونفكس بيزيد. يلا خد دي عندك. يبقى الميزيال اوتلاين از سلايتلي كونفكس، ذا كريست والديستال لا ده قال لك ده مور كونفكس ذان. يبقى احنا والله شغالين نكرر نفس الكلام. شوف الميزيال سلايتلي كونفكس والديستال مور كونفكس ذان الميزيال. وهيبدا دلوقتي يقول لك الكونتاكت اريا. هنعرف ايه في الكونتاكت اريا؟ الانسايزل الاول قال لك الانسايزل هناك كان عباره عن زي كده ستريت، لا هنا هتلاقيه عامل كده كيرف شويه. كيرف يعني منحني شويه هنا. شايفين الشكل كده عشان بس بتقول عامل زي الكيرف هنا شويه، منحني شويه كده. طيب كده اتكلمنا عن ادي بتاع الاوت لاين. بعد كده اتكلمنا عن الديستال. بعد كده اتكلمنا عن الانسايزر. هيتكلم عن السيرف. عايز اشوف السيرفيكال لاين بتاعه. السيرفيكال لاين فاكرين احنا قلنا يا اما باصص على الروت يا اما باصص على الكراون. هنا يا ترى ليبال ولينجوال بيبصوا لايه؟ بيبصوا للروت. طيب تعالوا نشوف المصطلحات اللي ممكن نقولها هنا. هتقول ان السيرفيكال لاين ممكن باصص كونفكس. يبقى باصص كونفكس احنا خلاص عرفنا. باصص يعني كونفكس. كونفكس روت وايز. روت وايز يعني ناحيه الروت، او تووردز روت يعني ناحيه الروت برضو. او خد الجديده دي، خد الجديده سادلي فيس يعني وش بيبكي. شايفين كده وش بيبكي سادلي فيس يعني شكلها عامل زي الساد، واحد زعلان كده. طيب يبقى عندنا 3 مصطلحات ممكن نعبر بيهم عن السيرفيكال لاين. اول واحد قلنا ان هو توورد الروت، او روت وورد يعني ناحيه الروت بيكون كونفكس، او روت وايز او ساد. طيب كمل. ايه ده تمام. خلاص احنا فاكرين اتكلمنا عن الميزيال اوت لاين والديستال اوت لاين. بعد كده اتكلمنا عن السيرفيكال. بعد كده اتكلمنا عن الانسايزر. خلاص دلوقتي فاضل لنا الزوايا. فاكرين الزوايا؟ قلنا هناك كان في زاويه شارب انجل، شبه شارب. بعد كده واحده هناك كانت راوند، لا هنا الاثنين راوند. يبقى هنا الاثنين راوند. الميزيو انسايزل بقى كانت هناك شارب انجل او رايت انجل، لا هنا بقت راوند. واكيد الديستال بتكون مور راوند ذان الثانيه. والله ما بنعمل حاجه، احنا بنكرر شغالين شوف بنعيد الكلام. فانت ايه وظيفتك يا باشا؟ انت دلوقتي لسه خلاص لسه جديد في الموضوع. هتعمل ايه؟ ولا حاجه. انت هتفهم كل اسبكت وانت خلاص يعني. خلصنا دينا الليبيال اهو. بعد دينا كام؟ بعد هنخلص الروت والسيرفس. اول ما تفهم هتروح ترسم والله وانت وبترسم تقوم عامل ازاي؟ انا فاهم والله ان عند السيرفيكال لاين ده بيكون باصص ناحيه الروت، وبعد كده عارف ان من ناحيه الديستال لازم اخليها مور كونفكس. بعد كده عارف ناحيه الميزل ان هخليها سلايتلي كونفكس، بس عند دي هخليها راوند اكتر كده، هخليها دي مور راوند كده. بعد كده عند دي هتبقى ايه؟ عند الانسايزر المره دي هتبقى كيرفت كده. بعد كده عند الايه تاني هطلع بروت لفوق كده اهو. شايفين انا كده رسمت السنه بس من الوصف اللي هو جايله. يبقى هو بيوصف لي ايه؟ هو بيوصف لي الشكل نفسه. فانا هرسم بعد ما افهم الكلام ده من غير ما ارجع يعني هرسم من غير ما ارجع وابص كده بعيني. اكيد انا حفظت ان شاء الله. السيرفيس اناتومي. ويا ترى يا كمان يا حبذا لو نحت بعدها. يا سلام يا سلام على الحلاوه. السيرفيس اناتومي يعني سيرفيس اناتومي يعني ان احنا عايزين نشوف اللاند ماركس، هل في اليفيشنز ولا ديبريشنز ولا حاجه. فبيقول لك ان هنا بنلاقي في سيرفيكال ريدج كده. الريدج فاكرين الريدج بيتسمى على اسم المكان. طيب يعني سيرفيكال ريدج يعني بنلاقي ان في حته كده اهو. عايزين نشوفوها من الناحيه الثانيه معلش. شايفين كده هنا بيكون في حته زايده كده بالك كده عامله زي ريدج عند منطقه السيرفيكال، فبنسميها سيرفيكال ريدج. يا سلام. يبقى عند سيرفيكال ريدج بيكون في عند سيرفيكال سيرد، وبيتكلم السيرفيس از مور كونفكس ذان سنترال انسايزر. السطح بتاعه بيكون كونفكس اكتر. هي السنه دي كلها بتكونفكس مع بعض. يبقى لما تقول مور راوند مور كونفكس مور كذا اكتر اكيد من السنتر. طيب الروت فاكرين قلنا كلمه رهيبه في الروت بتاع الابر سنتر. قلنا ان هو بلانت. يعني ايه بلانت؟ يعني ملهوش
زي سن الدبوس كده، لكن هو كان تابرد. يعني ايه تابرد؟ يعني من تحت واسع ومن فوق ضيق. هنا نفس الفكرة، قال لك لا ده هو تابرز towards البوينت ديستالي كيرفد. الله، هنا في حاجة جديدة لازم نعرف، وعشان كده سبتها لكم هنا. بص كده اللي بيحصل هنا، ده بيديك ويبص ناحية الديستال، شايفين كده؟ يقوم مديها انحناءية كده ناحية الديستال. فانت من الشكل كده هتعرف تقول لي فين الديستال وفين الميزان. يا ترى اول ما تشوف ان ده باصص الناحيه دي هتقول لي فين الميزان؟ تقول لي ده الديستال. طب تعال نشوف الصوره تاني. انت بصيت ناحيه دي، بصه ناحيه دي، يبقى ده الديستال خلاص، ودي الميزان. فهمت الفكره؟ طيب، وبيكون بوينت. يعني ايه بوينت؟ يعني عامل زي الدبوس كده، ليه قمه بارزه، ليه قمه مسننه كده فيها سن كده. طيب، زي الدبوس وكيرفد ايبكس وخلاص. بس كده احنا خلصنا يا باشا الليبيال سيرفيس، وموضوع بسيط خالص. موضوع ايه الفكره بتاعته؟ قال لك هو شبه الابر سنتر بس في كل حاجه. لما تيجي تقول كونفكس هتقول مور كونفكس، لما تيجي تقول راوند هتقول مور راوند. بس تمام. طيب، اللينجوال اول حاجه لازم تكون عارفها ان احنا هنبدا بالجيومتريك اوتلاين. والجيومتريك نفس الفكره، هو عباره عن ترابيزويدال ان شيب، ترابيزويد اللي من تحت ناحيه الصغير او الحته الشورت فيها ناحيه السيرفكس، والحته الواسعه فيها ناحيه الانسايز. بعد كده هتقول حاجه واحده، ان في عندي كونفيرجنس في اللينجوال. كونفيرجنس يعني بيديك ناحيه اللينجوال، يعني الليبيال اوسع من اللينجوال. طيب بعد كده علشان اكوموديت نفس الحوار هنشوف الاليفيشن. طبيعي نفس الفكره، هنا في سنجولم، وبعد كده في ريدج اللي هو المارجنال ريدج، وبعد كده في الانسايزر ريدج، وهنا في الفصه. لكن هنا المعلومه الجديده ان في الفصه ممكن الاقي فيها بت، واللي مش عارف يعني ايه بت يبقى يروح للمحاضره رقم 3 في الشرح بتاعتنا اللي هي كنا شرحنا فيها الاناتوميكال لاند ماركس. يعني ايه بت؟ وقسمنا البت لترو اند فولس بت. ويا ترى اللي هيسمع المحاضره دي هيجاوبني هل دي ترو ولا دي فولس؟ يلا مستني اجابتكم. يبقى احنا دلوقتي مشينا وعرفنا ان فيها سنجولم برضه، وفيها مارجنال ريدج ميزيال وديستال والله. بعد كده قلنا ده فيها انسايزر ريدج. يعني ايه انسايزر ريدج؟ يعني ناحيه الانسايز. بعد كده ديبريشن ده الفصه، والفصه لقينا فيها حاجه خرمه اكتر كده محفوره فيها اكتر، سميناها لينجوال بت. ودي موجوده بس في الابر لاترال انسايزر. يبقى في الابر لاترال في اللينجوال بتاعها بس، عشان كده تلاقيها محطه اسئله رهيب، تلاقي معظم الاسئله جايه في الحته دي. طيب، all elevations depression are developed than the upper center. يعني are developed يعني ظاهره اكتر، يعني تلاقي الحفره حفره، تلاقي الارتفاع ارتفاع هنا، يعني ظاهر اكتر بكتير من من الابر سنتر. خلصنا اللينجوال. شوف شغالين نفخ في السرعه دي. الميزيال اسبكت بتاعي، يعني ايه ميزيال اسبكت؟ يعني بص ناحيه الميزيال، هبص اول حاجه فاكرين احنا قلنا على الليبيال لينجوال ده ترابيزويد، ميزيال ديستال ده تراينجولار. طيب التراينجولار القاعده بتاعه المثلث ناحيه السيرفكس والقمه ناحيه الانسايزر. هنتكلم عن ايه بقى؟ الاوت لاين. قلنا ناحيه الليبيال فيها حاجتين، اول حته بيكون فيها حته كونفكس، بعد كده حته كونفكس زياده كده يعني، بعد كده بيبقى فيه كونفكس بس خفيف. فالحته الزياده دي سميناها فاكرين سيرفيكال ريدج او سيرفايكال ريدج، مش عارف ليه بنقولها كتير كده. يبقى اتكلمنا على السيرفايكال ريدج كتير كده وحطنا هنا. بعد كده بيكون في ليس كونفكس، يبقى في حته كده ليس كونفكس كده في ناحيه الليبيال، ولحد ما يوصل عند الانسايزر ريدج. بعد كده بنبدا نكمل في ايه؟ في السنجلم الحته الواسعه دي بس من الناحيه الثانيه اهي، شايفين كده؟ يبقى احنا هنا بص هنقسمها كده حتتين، والله في هنا حته واسعه وعامله ريدج، وهنا في حته برضو بازه كده وكلبوزه قلنا عليها السنجلم. بعد كده قلنا ده مور كونفكس، وبعد كده هنا في سلايد كونفكس. يعني هو كونفكس بس خفيف شويه، لحد ما وصل عند الانسايزر. وبعد كده يا باشا عمل ايه؟ ادانا فصه، والفصه سلمت لنا للسنجلم تاني. بس مفيش اتفه الموضوع ده، احنا بنكرر الكلام والله. الميزيال سيرفيكال لاين از كونفكس انسايزالي. فاكرين قلنا احنا في الشكل بتاعنا ان ليبيال ولينجوال بيكونوا باصين ناحيه الروت، لا ميزيال وديستال بيكونوا باصين ناحيه الكراون. وعرفنا الفرق بين لما اقول كونكيف ناحيه الروت او كونفكس ناحيه الروت ايه شكلهم اكيد يعني، فمش هنكرر الكلام ده. بس اللي احنا عايزين نفهمه دلوقتي الكونتاكت اريا. الكونتاكت اريا فاكرين كونتاكت اريا في الاولى قلنا ده في واحده عند الانسايزال سيرد، وفي واحده عند الجنكشن اللي بين الميدل والانسايزال. لا هنا هنعمل ايه؟ هنا اللي من ناحيه الميزل دي بتكون عند الانسايزال سيرد برضه. طيب وناحيه الديستال بتكون في الميدل سيرد، يعني نزلوا شويه، كل شويه بننزل اكتر.
طيب الروت، قال لك الروت بيبان longer than the central incisor. خد المعلومة دي رائعة. يبقى لما يجي يسألك كده إنه يقول لك كل حاجة في السنة دي صغيرة ما عدا إيه؟ ما عدا الروت. طيب بيبان إيه الروت بتاعها؟ بيبان long than الأبر central. نبدأ في الديستال. خلصنا، شايف ايش؟ فيش وقت معانا، خلاص شغالين بسرعة البرق. اللي بنبدأ فيه قلنا similar but is differ، يعني هو شبه الميزيال. الديستال بتاع شبه الميزيال ما عدا حاجة. فاكرين لما قلنا ان احنا ناحية الميزيال السيرفيكال لاين بيكون نازل اكتر من ناحية الديستال؟ هنا نفس الفكرة. قال لك السيرفيكال لاين كيرفتشر less than the medial. طيب الكونتاكت اريا، قال لك ان الكونتاكت اريا موجودة فين؟ في الميدل. الله، عشان كده هعمل لكم تجميع ان شاء الله في الاخر عشان نشوفوها. the distal surface of the root قال لك slightly more convex than the medial، يعني السيرفيس ده نفسه تخين كده، عامل كده بازز لبره كده. طيب اكتر من هنبص من فوق هيديني شكل ايه؟ قال لك يا باشا هو شبه السنترال انسايزور ما عدا في الشكل. كل حاجه يعني هتعمل كده نفس المثلث، نفس المثلث اهو. وهنا هنبص نلاقي ان الليبيال برود وفلات، وهنا هنبص نلاقي انسايزر ريج، وهنشوف هنا الفصه، وهنشوف هنا المارجنال ريج، وهنشوف السنجلم. كل حاجه هنشوف فيها كل حاجه، بس هنا اصغر في الشكل. بس في حاجه فاكرين قلنا عليها اللي هي سميناها البت بتاعت مين؟ بتاعت اللينجوال بت او البلاتال بت اللي موجوده في الابر سنترال. اوعوا تنسوها، جايه في الامتحانات. فاكرين البالب كافيتي؟ نفس الفكره. البالب كافيتي واسع هنا، كل ما نطلع فوق بيضيق. نفس الفكره، واسع تحت، كل ما نطلع فوق بيضيق ولا اي حاجه. اما هنا بس هنا في فكره ان هم ما فيهوش هنا بالب هورن شبه السنترال انسايزور. يبقى هنا الفرق الوحيد في البالب ان هو بالب هورن ده مش بنلاقيه هنا. بس هنا بيتكلم عن شويه ابنورماليتيز. يعني ايه ابنورماليتي؟ يعني شكل غريب ممكن اشوفه في الابر سنترال. ايه؟ قال لك ممكن تشوف ان الابر سنترال شكلها صغير كده، فبنسموها بيج شيبد لاترال انسايزور. شايفين كده بيج شيب؟ شايف شكلها كده، شكلها كده غريب خالص. وفي ممكن ما نلاقيش اصلا لاترال انسايزور. يعني بص بنعد هنا واحد، رحنا لقينا كناين على طول، مفيش اتنين اصلا ما تكونتش. بس مش عايزين اكتر من كده. دي البيج شيب، ودي الميسنج، دي مش لاقيينها خالص، ميسنج يعني مفقوده. كده احنا خلصنا الابر. عايز بس اوريكم حاجه كده. احنا عايزين نعرف الكونتاكت ارياز بتاعتنا. قلنا اول حاجه ان احنا في عندنا هنقسمها لثلاثه كده. الابر الاولى دي الابر سنترال، هنا بتكون ناحيه الميزيال عند في النصف بتاعنا بتاع الانسايزال سيرد، وناحيه الديستال عند الجنكشن اللي بين الانسايزال والميدل. بعد كده دي نفسها هتكون عند الانسايزال سيرد نفسه، يعني دي هتكون عند الانسايزال بالظبط كده، او عند قريب جو من الجنكشن. طيب وناحيه الديستال، لا، ناحيه الديستال بتكون هنا بالظبط كده، يعني في الجزء بتاع الميدل سيرد. واتمنى ان ده كله هيكون ليه تجميعه، يعني ان شاء الله في فيديو هيكون كامل للكونتاكت ارياز. بس احفظوا دول لانهم سهلين، يعني احنا مش محتاجين نجمع دول دلوقتي. بس عبال ما نخلص الاسنان كلها هيكونوا زادوا يعني، فهنجمعهم بطريقه حلوه ان شاء الله. بس كده، ده ما اعتقدش في حاجه تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.